علشان تحافظ على الصلاة على النبي من كل قلبك. الحديث الأولاني: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. كل ما تصلي على النبي مرة يصلي الله عليك 10 مرات. يعني إيه يصلي الله عليك؟ ينزل عليك رحمات. صلاة الله عليك يعني رحمة الله عليك. تخيل كل مرة تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تنزل عليك 10 رحمات. ده احنا بنقعد. يا صباح الهنا والسعادة والفرح والحب من قلبي اللي كل حبايبي اللي بيشاهدوني وبيسمعوني في الفيديو. أنا بشكر أصحابي وإخواتي اللي معايا من الأول، وبشكر وبكبر وبرحب بإخواتي اللي دخلوا الجديد. ألف شكر ليكم حبايبي، ألف ألف شكر. النهاردة هنصلي على النبي وهنوحد الله، وهعمل لكم وصفة لكل أصحابي وعيالي اللي بيخشوا المدارس، اللي هم اللي بيحبوا الفراخ الكريسبي. صلاتكم على النبي. عامله لكم وصفة سهلة جدا، أي ست بيت تقدر تعملها بالمكونات اللي عنديها في بيتها. مش هنشتري أي حاجة بإذن الله، يعني ياما يعني هنشتري شوية صغنانين. ماشي. أنا عندي نص كيلو من الفراخ الكريسبي، يعني الطويلة، لا هي خفيفة ولا هي رفيعة، هي فراخ كريسبي يعني طويلة. صلاتكم على النبي. عملت لها الخلطة يا حبايبي سهلة جدا. 4 معالق دقيق، عليهم نص معلقة كاري، عليهم نص معلقة توم باودر، توم باودر، كاري، ملح، فيفوز، توابل، توابل فراخ، واللي عايزها شطة يحط لها سبايسي يحط لها شطة. صلاتكم على النبي. ودي التوابل بتاعتي، ومعلقتين من الخل، علشان احنا مش هنحط لها كوبايه زبادي، احنا عايزين حاجات توفر علينا ونعمل حاجه صح، يبقى نحط خل بدال الزبادي عشان توسع المجال بتاعت الفراخ وتديها سوا بسرعه. دي عملت الخطوه دي انا وتبلتها، وتوم البودر دي اهم حاجه، وبصل بودر. وانا قسمت الخلطه قدامكم على جزئين، جزء حطيته في التوابل دي، وجزء حطيته شلته معايا المره الجايه، هوريكم هستفيد بيهم ازاي. ماشي حبايبي. عملت الخلطه وشلتها، ودلوقتي انا هعمل حبه سلطه كده. ان الخلطه دي بتاخد ساعه ساعتين براحتكم، يعني انا قبل ما عيالي يجوا من المدرسه اعملها. اي ست بيت بقى قبل ما تيجي عيالها من المدرسه تطلعها من ثلاجتها، يعني اول ما نصحى الصبح نعملوها. بعد كده انا كنت قاليه برنجان وقاليه فلفل، وكنت عامله لهم الدقه بالثوم وبالفلفل الحامي. ماشي يا حبايبي، والليمون والخل دي. وعملت برضو السلطه قدامكم اهي، برضو شلتها في التلاجة. وقت ما نيجي التقديم نطلعها كده تبقى الحاجه سهله. ماشي يا حبايبي. انا بعمل الخطوات واحده واحده زي ما انتوا كنت قايلين لي. هنعمل الرز الاصفر برضه عشان الفراخ الكريسبي عايزه الرز الاصفر معاها. برضه معلقه كاري، الفيفوز، الملح، ال7 بهارات. ده بس دي اللي احنا هنعملوه في الخطوه دي. جينا دلوقتي ميعادنا عايزين نقلي بقى. هعمل لكم تركه هتشكروني عليها، وانتوا عارفين لما بقول لكم انا هعمل لكم تركه في الحاجه هتديكم طعم وقرمشه فظيعه، سواء للفراخ البانيه او الفراخ الكريسبي او الجناحه. الحاجات دي هنعمل 3 معالق من الدقيق، وده بقيه التوابل هنحطوها برضو معاهم. بقيه التوابل اللي كنت حاطاها في الخلطه. و4 معالق من دقيق الذره. دقيق الذره ده ما تقوليش عليه بقى، هتشكريني. يعني اي اخت هتخش وتعمله هتشكريني عليه، وهتحطي لايكات كتير قوي. حطيت انا دلوقتي 3 معالق من الدقيق، معالق من دقيق الذره، دقيق الابيض، ودقيق لا اله الا الله، والنشا. كد كل خلطه كد بعضيها. دي الخلطه اسهل منها مفيش اظن، يعني حاجه سهله جدا وخفيفه واي حد يقدر يعملها. وتطلعي من الخلطة وتحطي في الخلطة الدقيق التانية. ماشي حبايبي واخواتي. تنسيش في اللايك والاشتراك ونفعل سر الجرس يا حبايبي عشان توصل لكم كل جديد، عشان نرفع قناتنا مع بعضينا. لكم الشكر قوي 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 اخواتي واصحابي وحبايبي، والله العظيم ما عارفه اقول لكم ايه. ربنا يا رب يصلح حالكم ويحسن ما بين ايديكم ويوفقكم في كل خطوه تمشوا فيها باذن الله يا رب. ووفقنا في كل حاجه نفسنا فيها، ويعمل لنا كل اللي فيه الصالح. اللهم امين يا رب. كده حبايبي جاليت دقيق الذره ما بيخليش يشرب معاك زيت، تصدقي دي؟
يعني حتة المعلقتين دقيق الذرة اللي انت بتحطين في الخلطة، لو جليتي 10 كيلو دي ما بيشربش معاك زيت، يعني على قد كده ما بيشربش زيت نهائي. وبعد كده تحطي بقى وتجلي وتطلعي زي ما انتوا شايفين كده المنظر قدامكم يا حبايبي. كده انا كنت خلصت الجلي. القرمشة بقى ما اقولكمش، والطعم تحفة، واللي عايزها سبايسي حط برضو معلقة ما شطة في الخلطة. كده طلع الرز وطلع الفراخ قدامكم اهي. وده كان غدانا النهاردة، وحاجة بسيطة وحلوة وسهلة وخفيفة، وبنعمله أي حاجة على قد مقدارية بيتنا وقد مقدارية عيالنا ويحبوها. أنا كنت عايزة أسمحكم الخطوة دي بس في المونتاج الشالت. بصوا إزاي عاملة معلقة برضو الخل اللي هي عاملة الحتة دي البياض الجميل ده. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم حبايبي. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وفي رعاية الله وحفظه. ربنا يوفقكم ويسعدكم يا رب، وحنن علينا وعليكم، ويرزقكم رزقا حنانا مبارك فيه، ويصلح حالكم يا رب. ألف شكر منكم حبايبي، مع ألف سلامة.